مرحبا بكم في فيديو اليوم في قناتي قناة عذوبة الترجمة. وكما هو موضح في عنوان الفيديو، سنتحدث اليوم عن 5 صفات يتحلى بها المترجم الناجح. 5 characters that the successful translator have. Let's begin. من أولى الصفات اللي بيتحلى بيها المترجم الناجح هي إجادته للغة اللي بينقل منها واللغة التي ينقل إليها. The ability of the translator to translate from and into the targeted language that he is working on. رقم 2، أن يكون أميناً في نقله للمعاني والأفكار اللي بترد في النص الأصلي. His honesty in delivering the ideas and the meanings that exists in the original text. The source language or the source text that he have. رقم 3، the patience of the translator. المترجم صبور، سواء في إن هو يكون عنده القدرة على البحث. المترجم الناجح ممكن يبحث على مرادف معين في مئات المواقع، في مئات الويب سايتس، في سبيل إن هو يلاقي أدق معنى للتكست وللنص اللي هو بيترجمه. خصوصا في البداية احنا بنحتاج دايما كمترجمين ان احنا نبحث كتير جدا، ده ضروري 100% لغرض الدقة، والغرض ايضا ان كل تخصص بيكون ليه معنى معين. يعني ممكن كلمة معينة في تخصص فلاني يكون لها معنى، وفي تخصص فلاني آخر يكون لها معنى آخر. فعشان كده ما ينفعش أعتمد نهائيا على كلمة أنا شفتها، أو على مجرد أن أنا ترجم الكلمة مثلا شفتها على ويب سايت هي معناها كده، ولكن أنت لازم تراعي التخصص اللي أنت بتترجمي منه وإليه، والتخصص اللي أنت متخصصة فيه، لأنه بيكون ليه السياقات المعينة اللي أنت بتحتاجي تكوني عارفاها. فبالتالي ده محتاج صبر، بالإضافة كمان إلى صبر المترجم على مراجعة والتأكد من صحة ترجمته. لأن في كتير من الأحيان إحنا بنترجم تكست، فلنقل إن التكست ده عندنا أو الملف المعين فيه 2000-3000 كلمة. أكيد وإنتي بتترجمي بتبدأي إن إنتي تبحثي زي ما قلنا وتشوفي الكلمات والمفردات اللي إنتي محتاجة تترجميها. في النهاية لازم يكون في مراجعة وتدقيق لكل اللي إنتي واللي إنتوا ترجمتوه. المترجم الناجح مش بيستعجل إن هو يخلص الشغل بتاعه وخلاص أنا ترجمت ابعت الملف. المترجم الناجح اللي احنا بنتكلم عليه وعايزين نوصل له كلنا، بتراجع الملف بتاعك زي ما قلت، بتقرأه وبترجع تشوفه بعين أصلا القارئ قبل ما يكون بعين المترجم. هل هو واضح، سلس، مفهوم، مضبوط؟ الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية لما انتوا بتعملوا المراجعة دي التكست بتاعكم بيختلف كليا في الترجمة. يبقى معانا صبر المترجم. بعد كده من صفات المترجم الناجح أن يكون أمين في نقله للمعاني، نقله للأفكار اللي بترد في النص الأصلي. ففي نصوص معينة ممكن أخلاقيا تكون غير متوافقة معاكي أنت كشخص أو كإنسان أن أنت تترجميها. ممكن تتعرضي للمواقف أنت مضطرة أن أنت تترجمي الشيء الفلاني ده، فأنت بتترجميه بأحسن صيغة وبأحسن أسلوب، ولكن بنفس المعنى المقصود بيه. يا إما أنه أنت من الأول لو أنت مثلا عندك حرية الاختيار، عندك كتاب معين ولكن هو بيناقش أفكار معينة، فبالتالي مش هتوافقي أن أنت تترجمي من البداية، بحيث أنه أنت تكوني مراعية نقطة الأمانة، لأن أنت كمترجم ناقل ولستي المؤلف. فبالتالي أنت ما عليكيش أي نقد على اللي أنت بتترجميه، ولكن عليكي نقد اللي أنت اخترتيه من البداية. فده وظيفة المترجم. أو ممكن في التكست العادية ممكن المترجم أصلا يكسر إن هو يكون عنده من الأمانة ومن الصبر، لأن الأمانة والصبر متعلقين ببعض. أنت هيكون عندك أمانة وهيكون عندك صبر إن أنت تترجمي النص زي ما المؤلف حابب إن يكون. هقول لكم برضو في النقطة دي إنه في بعض الأحيان، في أوقات في حالة المترجمين للكتب، المؤلف ممكن يكون كتابته باللغة العربية eloquent، يعني صياغة وأسلوب الكلام تتناسب مع الفئة العليا من الأشخاص عشان يفهموا. فأنتي في الحالة دي بتسألي المؤلف
هل انت عايز زي ما انا كلمتكم في الفيديو الاول ان انتوا لازم تتأكدوا من الجمهور المستهدف؟ ممكن في الحالة دي المؤلف يكون عايز الكتاب بتاعه يوصل لكل الناس ولكل القراء ويكون مفهوم وسلس حتى للقارئ العادي. ففي الحالة دي أنا هعمل تعديل بسيط، تعديل معين في الأسلوب بحيث يتناسب مع الأشخاص العاديين اللي هيقرأوا الكتاب، فده بموافقة المؤلف نفسه. واضح؟ فبموافقة المؤلف ممكن. أما إذا أنت بتترجمي التكست في الحالات العادية فلازم تراعي أمانة الأسلوب وأمانة الأفكار وأمانة النقل العام لمحتوى النص. أنا مش هطول عليكم أكتر من كده لأنه ممكن يكون في نصيحتين ونصايح أخرى، وطبعا في نصايح كتيرة جدا، ولكن باقي نصيحتين أنا كنت هقول لكم عليها، ولكن عشان وقت الفيديو وقتكم. شكرا لو انتوا وصلتوا لحد الفيديو هنا، فانتوا بالفعل كنتوا حابين تتعرفوا على صفات المترجم الناجح وتشوفوا إذا هي متوافقة معاكم، أو إذا انتوا تقدروا عندكم صفات منها وصفات أخرى تتحلوا بيها، لأن هي هتفرق معاكم جدا جدا في جودة ترجماتكم وفي جودة أعمالكم وفي جودة يعني كأنتي كشخص، أو انتوا عامة كأشخاص، بأن انتوا تحسوا ان انتوا مترجمين worthwhile للي انتوا بتعملوه واللي انتوا تكونوا مترجمين من الأساس. شكرا للمتابعة، أشوفكم في الفيديو القادم. لو عندكم أي تعليق سيبوهولي في الكومنتس. دمتم سالمين.